بنالي الثقافة والفنون الدولي السنة دي عنوانه مصر في عيون مبدعي العالم. الهدف منه إظهار صورة مشرفة وصورة مشرقة لمصر للعالم الخارجي. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة في يوم جديد. طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها؟ ما مشيتش بضواحيها؟ طيب ما كبرتش فيه ولا ليك صورة عالرملة كانت عالشط بمعانيها؟ دور جواك تلقاها، هي الصحبة وهي الأهل. عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل. يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها في الدنيا مفيش بعديها. عشان نتعرف أكتر عن بنالي الثقافة والفنون الدولي وإزاي تم تنظيمه، يسعدنا أن يكون معانا دكتور عز الدين كردي، المسؤول الإعلامي للتسويق بوزارة الشباب. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، شرفتيني. اهلا وسهلا. حضرتك بقى في البداية كلمني عن التنظيم البنالي السنة دي. والله المره دي كان في مجموعه من الفنانين العالميين بقياده دكتور عبد الرزاق عكاشه. هو مصري مقيم في فرنسا وعلاقاته ممتده مع مبدعين كتير جدا. تم استضافه المجموعه بالكامل اللي هم الفنانين العالميين، حوالي 70 فنان، منهم برازيلي، منهم اسباني، منهم فرنسي، من صربيا، من جبل اسود. جاي بعد كده مجموعة من الدول العربية، مغرب وتونس، السعودية، الأردن. مجموعة كبيرة هايلة الحقيقة. قاموا بتنظيم أو المشاركة في البنالي دوت. وزارة الشباب من جهتها إن هي بتحب إن هي تشارك في تغيير الثقافة، سواء داخل الدولة في داخل مصر بين الشباب أو خارج مصر، خاصة إن البناء دوت تم تحت عنوان مصر في عيون مبدعي العالم. كان الهدف الأسمى منه هو التعبير عن مصر ووجه مصر المشرق بين حضارات الدول، وهي خاصة هي أقدم حضارات العالم. وزارة الشباب بيهمها جدا إنها تنشر الثقافة ديت بين الشباب، يهمها تكتشف المواهب، يهمها إنها ترعى المواهب اللي ممكن تكتشفها من خلال مثل هذه التنظيمات. وتم فعلا من خلال دوت ان هو كان في جداريه تم رسمها في مركز شباب الجزيره، يمكن شارك فيه عدد كبير جدا من الفنانين وفنانين الشبان وابدعوا الحقيقه. وفي جداريه تانية ان شاء الله في الختام هتتم في على سور معهد دكتور يعقوب اللي هي بتاعت القلب اللي هو في اسوان. المشاركة فعالة، فعلا ظهرت مواهب، فعلا ظهرت إيجابيات جميلة جدا. فعلا بالمشاركة مع هيئة تنشيط السياحة تم استضافة الوفود ديت وتم فعلا التعبير عنها. تعتبر دعاية كويسة جدا للسياحة مصر، تعتبر جذب للسواح. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله يكون ده المردود، وفعلا في إيجابيات هتظهرها الأيام اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. طبعا ان وزارة الشباب تهتم بنقل صورة مشرفة عن مصر من خلال تبادل ثقافي وفنون. حضرتك كلمني عنه. المجموعة اللي هي الفنانين المشاركين هم كان قلت لحضرتك ان هم حوالي 70، جايين من دول مختلفة. عندنا مثلا دولة زي البرازيل ليهم رؤية للحرية او الابداع او حرية الرأي، ممكن تكون في مظاهرها مختلف، انما في اساسياتها تتفق مع مبادئنا احنا في ان احنا لازم يكون لنا رأي مسموع، نقول رأينا بدون خوف. الريشة بتاعتنا ممكن تتكلم. كان مشارك معانا أدباء بالشعر والقصة والرواية. الفنانين دول حقيقة في الافتتاح والمؤتمر الصحفي اللي سبق الافتتاح أبدعوا وأسهبوا في الحريات وفي الرأي، وكان ده دليل جامد جدا ان احنا نعيش عصر الحرية الحقيقة، وان احنا فعلا بنقدر
نكتشف المواهب في مصر ونقدر يعني نثقلها ونقدر نرعاها. وده الدور الاسمى لوزاره الشباب اللي ارجع اقوله تاني، ان احنا حريصين جدا ان احنا نكتشف المواهب، خاصه ان احنا على اعتاب عصر جديد لابد ان احنا نظهر وجهنا الجميل. احنا عندنا فعلا مواهب بس كانش فيه الضوء بيتسلط عليهم. بنحاول من شغلنا ان احنا نظهر الضوء دوت، ونحاول من شغلنا ان احنا نجيب المواهب دي ونثقلها ونقدمها للعالم كصوره مشرفه لمصر. الفنانين مختلفين. انا اعتقد في برضه فنانين من تونس والاردن والمغرب في الدول العربيه ابهروا بالبناء اللي اتعمل. مشاركتهم كانت فعاله، تواجدوا بصوره حقيقه تفاعليه وايجابيه. اظهروا ان احنا ولقوا ان احنا فعلا بنعيش عصر حريه وعصر منفتح على العالم كله. وده يعني ده دورنا المفترض، ان مصر هي تقوم بالدور ده، لان اقدم حضاره ولازم تحتضن كل الحضارات ديت لانها تسبقهم باعوام والاف السنين. ودوت هو يعني الدكتور او المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب هو قائم على الموضوع دوت. يتبنى كل الحوارات ديت، يتبنى كل الفعاليات في المجال اللي هو اكتشاف المواهب، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون فعلا بنقدم خدمه كويسه لشباب مصر باذن الله. مصر الام اللي تسميني تاخد بايديا تعديني، اسمها هو اللي بيشفيني، والدوا مصر المحروسه غاليه عليا، منها بيرقص جوا عليا، المحروسه غاليه عليا، منها بيرقص جوا عليا، طيبة ناسها والحنية اسمها مصر. عشان نتعرف اكتر عن بنالي الثقافه والفنون يسعدنا ان يكون معانا الدكتور عماد الهواري، المنسق العام للمعرض الموازي وفنان تشكيلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. حضرتك كلمني بقى عن يعني ايه اصلا كلمه بنالي؟ والله هو كلمه بنالي مسابقه عالميه بين الفنانين التشكيليين بتقام كل فتره، كل 4 سنين تقريبا كده. فهي مسابقه عالميه بين الفنانين التشكيليين على مستوى العالم. حضرتك بقى كلمني عن الهدف السنه دي من البنالي للثقافه والفنون. والله الهدف من بنالي الثقافه والفنون الدولي العام ده طبعا هو تحت عنوان وجه مصر المشرق. احنا عايزين نوري الناس ان مصر ما فيهاش ارهاب، او فيها دايما فيها امان. دايما بنظهر وجه مصر المشرق عن طريق الفنانين والمبدعين والمثقفين والشعراء. مش فن تشكيلي بس، اللي هو البنالي فيه ادب، فيه شعر، فيه قصه، فيه سينما، في حاجات كتير متنوع يعني. فده الهدف الاساسي البنالي، ان كل فنان تشكيلي او اديب او اي مثقف من دول العالم المختلفه يجي مصر ويشوف وجه مصر المشرق، ويقضي مثلا اسبوع في مصر في الفعاليات بتاعته، ويرجع بلده يتكلم عن مصر بطريقه حلوه وجميله جدا. حضرتك كلمني بقى عن مشاركتك في المعرض. والله انا طبعا مشارك بعملين في الرسم بالقلم الجاف الاسود، وده شغل اللي هو يعني ورايا دوت. ودايما انا اسلوبي في الشغل بتاعي العلاقه التشكيليه بين الانسان والنبات، وبحاول اعمل يعني فكره جديده في شغلي واسلوب جديد بحيث ان انا اتميز بيه. والحمد لله يعني الحمد لله عملت يعني مجموعه اعمال كتير باسلوبي اللي هو تميزت بيه بالقلم الجاف الاسود يعني.
4 أطعمة مختلفة. جودو، جواك بطل. السنة دي بينالي الثقافة والفنون أكيد بيختلف عن أي سنة. هيكون معانا الفنانة التشكيلية أستاذة منى عبد اللطيف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كلميني بقى السنة دي عن مشاركتك في المعرض. الحقيقة أنا مشاركة بعمل الجميل في البينالي إنه بيجمع بين شعوب مختلفة ولغات مختلفة وفنانين مختلفين في الجنسيات ومختلفين في اللغة، طبعا مختلفين في الأعمار، متفاوتة جدا بينهم الناس الكبيرة وبينهم الشباب، وده طبعا بينعكس على تقنية شغلهم وعلى التكنيك اللي ظاهر في تنوع الأعمال، والكل في مضمون طبعا واحد هو مصر. هو إظهار صورة مشرفة لمصر. تمام، إظهار صورة مشرفة لمصر. عايزين نقول إنه في حراك فني موجود في مصر بالرغم من أي سلبيات أو أي أشياء شائكة يعني بتقول عكس كده. بنقول إن إحنا لا متواجدين وعايزين نقول كلمة كويسة إنه كلنا بالرغم من اختلاف توجهاتنا، اختلاف حضاراتنا، اختلاف جنسياتنا، كلنا على إيد واحدة. حضرتك شايفة بقى أستاذة منى دور الفنان التشكيلي في إظهار صورة مشرفة لمصر؟ دور الفنان التشكيلي بيكون إيه؟ دور الفنان التشكيلي هو أكتر حد بيكون متأثر بالأحداث الداخلية والخارجية. هو ده دور الفن عامة، وهو الفنان التشكيلي جزء من منظومة الفن. يعني هو أنا شخصيا شايفة، أو هو معظم الفنانين شايفين كده، وهي نظرة الفن بتقول إنه ما بينفصلش الفن الموسيقى عن الشعر عن الفن التشكيلي. وده الجميل اللي حاصل في البينالي، إنه بيبقى أشياء متنوعة، إنه الفن متكامل وبيكمل بعضه. خاصة كمان إن السنة دي البينالي مشترك فيه أكتر من كذا دولة جاية تشارك في المعرض بأكتر من كذا لوحة، فبيحصل تبادل للثقافة والفنون. تمام، مظبوط. انه التوائم بين الثقافات ده بيعمل شيء جميل جدا. بيقول انه الكل في هدف واحد، انه عايز يدي فكرة فكرة توجهية للسلام، للحب. يعني أنا اللوحة اللي شاركت بيها بتكلم فيها عن أو عبرت فيها عن الحب والسلام. الحب والسلام بالمعناه الشامل اللي بيعم العالم كله من بداية بدء الخليقة للعصر الحديث. عملت ربط طبعا غير الربط اللوني، عملت ربط بين الحضارة الفرعونية القديمة، بين الرموز الآلهة اللي بتعبر عن الحب والسلام. انه سواء كان ده فرعوني، مصري، قبطي، يوناني، الآلهة اليونانية، كل الآلهة كلها تجمعت على مفهوم واحد، إن كل الجنسيات تجتمع على الحب اللي بينشر السلام للعالم. وهي دي الرسالة اللي احنا حابين نوصلها طبعا دلوقتي للعالم كله، مش بس مصر. عشان نتعرف اكتر عن بينالي الثقافه والفنون الدولي، يسعدنا ان يكون معانا الفنان التشكيلي عربي محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك كلمني عن بينالي السنه دي. ايه اللي حضرتك كلمني عن بينالي السنه دي. هو البينالي كان يعني كان موفق، وكان ليه حدث ضخم، لانه عدد الدول الاجنبيه والعربيه كان كبير، وكان المفروض ان المعرض كان مشرف لمصر بكل المقاييس بصراحه. هو الهدف بتاع المعرض ان هو ينقل صورة مشرفة للعالم. بالظبط. هي اقرب حاجة لنقل رسالة لأي دولة، انك الفن هو
اقوى تعبير للحدث، وانك تعبري بحاله معينه. حتى يمكن ده ذكره في اللوحه بتاعتي ان انا بعبر عن مصر باسلوب خاص يعني. حضرتك شايف كيف يعبر الفنان التشكيلي عن صورة مشرفة لمصر؟ هو كل فنان بيبقى ليه اسلوبه او طريقته في التعبير. يعني انا كان ليا اسلوب ان انا او طريقتي ان انا بقول ان اسم عنوان البنالي بوضحه في اللوحه بتاعتي، ان في شاهد على مصر. يعني انا مسمي اللوحه بتاعتي شاهد على مصر. والفرعوني هو يمكن اكتر اقدم حضاره في العالم، وانا بس استوحيت منها فكره اللوحه يعني. اللوحة اللي انت مشارك فيها بتحمل عنوان المعرض اللي هي مصر في عيون مبدعي العالم. بالظبط ده واجهة مصر مشرفة. واجهة مصر مشرفة. حضرتك بقى كلمني عن اللوحة، يعني ايه الفكرة منها وايه الهدف منها؟ هو الهدف ان انا عامل يعني الحضارة بتاعتنا اللي هي القديمة، اللي هي الحضارة الفرعونية، بيمثل فيها توت عنخ آمون ان هو اشهر فرعون في العالم يعني. بقول ان هو ده اللي شاهد على الاحداث اللي بتحصل في البلد، وشاهد على كل حاجة كويسة وعلى كل حاجة وحشة. وبوضح بقول برضو ان الاحداث اللي وحشة باينة وهتطفي، اكيد هتطفي. الاحداث الكويسة هتفضل واضحة وهتفضل ثابتة. ودايما بتمنى ان البلد تبقى في تقدم باستمرار ان شاء الله. وجه مصر المشرق في عيون مبدعي العالم، ده شعار النهارده، شعار البنالي الثقافه والفنون الدولي. هيكون معانا استاذه ايمان علي، فنانه تشكيليه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا. كلميني عن البنالي السنه دي، ايه رايك فيه؟ طبعا في ظل الظروف دي جه في وقته، اوكي، عشان نبين العالم ان مصر مستقره ومفيش اي حاجه، وان احنا بنعبر عن اللوحات الفنيه بتاعتنا بظروف بلدنا غير الظروف اللي هم بيسمعوا عنها خارج البلاد. وكانت حاجه حلوه جدا ان هم ييجوا ويشوفوا بعينهم ان الدنيا فيها سلام وامان، ويشوفوا فننا ونشارك معاهم في حدث عالمي زي ده، ونستفيد منهم ونوصل شغلنا ورسالتنا لبره. وبيتهيألي كمان ان الرساله تكون واضحه، ان احنا قد ايه عندنا فن تشكيلي جميل، قد ايه عندنا لوحات مبدعه وفنانين فعلا محتاجين ان هم يوصلوا صوره مصر بشكل كويس. ما هي لغه الفن لغه واحده اللي هي بتوصل الرساله بمنتهى البساطه، واللوحات بتعبر بطريقه سلسه وبالالوان بالفيجرز والحاجه، فطبعا دي احسن حاجه يعني. في البنالي السنه دي مش بس في مشاركه فن تشكيلي، لا كمان في فن الفوتوغرافي، وفي تجربه فريده من نوعها، فنانه فوتوغرافي ولكنها من الصم وضعاف السمع. كلميني بقى، خليها تكلمني عن التجربه. نهى ربيع. انا من الاول اتدربت تبع المؤسسه بتاعتي للصم وضعاف السمع، وبعد كده جيت اتدربت مع استاذ صلاح المدرب بتاعنا، انا ومجموعه من الصم اتدربنا، وكان استاذ صلاح بيشرح لنا ازاي نظبط الاضاءات اذا كان بالنهار او بالليل، واحساسنا والعدسه، وفهمنا كل حاجه يخص التصوير. وبعدين في مثلا زي محلات تصوير علشان الافراح، ودانا محل بتاعه، وبعد كده رحنا صورنا في جنب السيدة زينب عند بيت السناري. كنا بنبتدي نصور جوه وبندرب، وكنا بنصور لان هي كانت اول مرة علينا، ما كناش فاهمين ازاي نصور.
لما أستاذ صلاح فهمنا غلطنا من الصح، وقعد يشيل الغلط من الصح، وبيقول ما ينفعش إن الصورة تكون مقطوعة نص، لازم نجيب صورة كاملة، وخلى كل واحد فينا يصور. بس احنا كان معجب بإحساسنا في التصوير، صورنا كانت حلوة. بعدين هو بيقول لنا ايه الصح وايه الغلط، لأن هو اللي علمنا كل حاجة في التصوير. انا بلاقي الناس اللي بتتكلم بيستخدموا الفوتوشوب، انما انا بس ما بستخدمش الفوتوشوب علشان انا حاطه احساسي، مش زيهم بصلح اخطائي بالفوتوشوب. احنا بقى حضرتك استاذ صلاح طبعا اللي تم تدريبهم وعلمتهم ازاي يصوروا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك كلمني بقى عن العمل العظيم اللي حضرتك عملته، ازاي ان انت قدرت تطلع منهم قدرات جميله كده في فن الفوتوغرافي؟ هو بالامانه مش عمل عظيم، هي مجرد محاوله بسيطه جدا، لان حسيت انا في البدايه كان احد الاصدقاء عنده ابن اخوه عامل مشاكل، شاب 20 سنه قاعد في البيت، فبيقول لي انا حبيت اعلمه جرافيك، حبيت اعلمه، ما جابش منه نتيجه، ايه رايك؟ قلت له هاتوا علمه الصور. قعدنا 3 اشهر، ما كانش حتى فيه مترجم صم، بالقلم والورقه اشرح له تكنيك عدسات، تصوير، زوايا، الكلام ده وكله. بعد 3 اشهر قلت له هو جاهز يشتغل مصور صحفي؟ قال لي بجد؟ قلت له هو موجود دلوقتي محمد القلشي في جريده التحرير مع الاستاذ ابراهيم عيسى. تجربه نجحت، جاب اصحابه، وكانت مجموعه قبل كده، مجموعه تانية غير الشباب ديت، وكانوا من حلوان، علمتهم التصوير، وكان في 4 كاميرات جوائز. بعد كده جبنا المجموعه دي ارقى شويه من مجموعه حلوان. الاولاد بجد تحفه، يعني انا معلش انا بقارن بشغل اي حد تاني. ممنوع الفوتوشوب بموبايلات، هم 2 بس اللي معاهم كاميرات، ال10 كانوا موبايلات، الشغل زي الفل. انا ضد فكره الفوتوشوب. زي ما شفنا النهارده في البنالي قد ايه هم عايزين يوصلوا رساله للعالم كله، قد ايه مصر فيها مشرقه وعندنا هنا فنون وابداع. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، استنونا بكره في يوم جديد. في العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون، هالة البدري تكتب: حمدين وأوباما انتخاباتنا وانتخاباتهم. زيارة السيسي لروسيا مكسب لمصر وخسارة لإسرائيل. رغم تفجيرات طابة لسه السياحة ممكنة. وفي الفن تقرأ: زينة عقد زواجي من عز في جيبي. محمد رجب إيرادات أفلامي ترد على أعداء النجاح. وفي مسبيرو الرياضي أبو زيد ينتصر على شلة حسن حمدي بالضربة القاضية. نار الانتخابات تشعل الزمالك. وفي مسبيرو سات حصريا البرامج والمسلسلات على جميع القنوات الأرضية والفضائية. وننشر معامل التصحيح لكل الفضائيات. رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير هالة البدري.